كلمات الجميلة تقول: حضرت ليلى اليوم وهي تحمل حقيبتها. قالت سلمى: حقيبتك جميلة يا ليلى. ابتسمت ليلى وقالت: شكرا يا سلمى. وفي أثناء الحصة سقط قلم يوسف، فقالت له ليلى: هل تريد أن أحضره لك؟ قال يوسف: نعم. فأخذت ليلى القلم وأعطته له. قال يوسف: شكرا لك يا سلمى. ابتسمت المعلمة وقالت للتلاميذ: ما أجمل كلماتكم. أشكر أمهاتكم وآباءكم لأنهم علموكم كلمات جميلة مثل شكرا، آسف، ملابسك جميلة من فضلك. هذه الكلمات تسعد القلوب وتزين الكلام. وأنتم يا أبنائي ويا بناتي، هل تستخدمون هذه الكلمات الجميلة في يومكم؟